عمرك شُفت حاجة كل الناس حواليك بيهاجموها، بيقولوا عليها وِحشة، غلط، مرفوضة، ومع ذلك لقيت نفسك منجذب تعرف عنها أكتر؟ يمكن بدافع الفضول، يمكن عشان تفهم، أو حتى عشان تثبت لنفسك إنك مش هتتأثّر بالكلام، لكن الحقيقة إنك هنا دخلت أول خطوة من غير ما تاخد بالك. في نوع خفي من التأثير مش بيعتمد على الإقناع المباشر، ومش بيحاول يجمل الحاجة قدامك، بالعكس هو بيهاجمها، بينتقدها، ويسلط الضوء عليها بطريقة سلبية، وبيكرر الكلام عنها مرات كتير. الغريب إن الهجوم ده هو نفسه اللي بيخليها تنتشر وتفضل موجودة في دماغك. العقل البشري بطبيعته بينجذب للتكرار، حتى لو الحاجة مرفوضة في البداية. لما حاجة تتكرر قدامك مرة، مرتين، 10 مرات، عقلك بيبدأ يتعامل معاها كأنها مألوفة، وبالتالي بيقل الرفض. الفكرة اللي كانت غريبة أو غلط بتتحول تدريجيا لشيء عادي، وبعد كده ممكن تبقى مقبولة، مش لأنك اقتنعت بيها فعلا، لكن لأنك اتعرضت لها بدرجة خلتك إن هي بقت جزء من وعيك. وده اللي بيخلي الانتقاد أحيانا بيكون وسيلة ترويج أقوى من المدح. المدح ممكن يخليك تشك في النية أو تحس إن أنت مش مرتاح، لكن الهجوم بيستفزك، بيخليك عايز تشوف بنفسك، تحكم بنفسك، وتجرب بنفسك، ومن غير ما تحس بتدي الشيء ده وقتك، انتباهك، وحتى طاقتك. وده بالظبط اللي بيكونوا عاوزينه. عايز مثال على كده؟ جرب كده وانت بتقلب على الفيس، تلاقي بوست مستفز والناس عمالة تشير فيه، ويكون في انتقاد لفكرة معينة، لشخص معين، أو لفيلم معين. فهمت قصدي؟ المشكلة مش في إنك تعرف أو تشوف، المشكلة في إنك بتكون فاكر إن اختيارك ده نابع منك، إن أنت فعلا عايز تجرب الحاجة دي، لكن هو في الحقيقة نتيجة تكرار وتأثير غير مباشر. في كتير من الأحيان الفضول اللي أنت حاسس بيه مش بيكون فضول حقيقي جاي من جواك، ده فضول مصنع عشان يجذبك للشيء اللي تهاجم ده واللي جه في بالك دلوقتي. والخطر الحقيقي هنا إنك تبدأ تتقبل حاجات أو تميل ليها لمجرد إنها بقت مألوفة، مش لإنها صح أو مناسبة ليك. خد بالك، مش كل حاجة الناس بتهاجمها تستحق مكان في دماغك، مش كل حاجة منتشرة حتى لو بشكل سلبي تستحق إنك توقف عندها وتشوفها، لأن الانتباه هو أقوى عملة في الزمن ده، وأي حاجة تاخد انتباهك كأنها كسبت جزء منك. قبل ما تنجذب لأي شيء بس لأنه متكرر قدامك، اسأل نفسك بصراحة: هل أنا مهتم فعلا؟ ولا أنا بس اتعودت عليه؟ هل ده اختيار واعي ولا نتيجة تأثير متراكم؟ خليك دايما واعي، لأن مش كل انتقاد تحذير، خد بالك، وأوقات كتير بيكون مجرد دعاية متخفية في شكل هجوم. أيوة، زي ما سمعت. خليك فاكر دايما إنك كل ما تبقى واعي بالانتباه اللي بيتسحب منك، كل ما قدرت إن أنت تسترجع السيطرة على عقلك. الوعي مش بس مراقبة، الوعي اختيار. اختيار إيه اللي يستحق مكان في دماغك، إيه اللي يستحق طاقتك، وإيه اللي فعلا بيتوافق مع قيمك. ما تخليش التكرار يظهر لك حقيقة، وما تخليش السلبية تجذبك أكتر من حقها.